وهنسافر بقى. اكتر سؤال بيجيني بعد سؤال ازاي اتكلم انجليزي صح. عايز اسافر. كل الناس عايزه تسافر، حقكم طبعا، حقكم، وطبعا لازم تسافروا عشان السفر صحه. طيب ازاي نسافر؟ ركزوا معايا. مبدئيا كده حطها قاعده في حياتك، انك انت ما تسافرش عشان تنجح، لا، انجح عشان تسافر. طب ازاي يا عم؟ ازاي؟ هو انا عارف انجح في البلد؟ اقول لك انا بقى ازاي تنجح في البلد. ابدأ من دلوقتي، طور من نفسك وظبط نفسك كويس قوي. ازاي؟ هتتعلم لغه وهتتعلم مهاره جديده. هتتعلم لغه، ظبط حيلك كده، تشد حيلك كده وتظبط نفسك في تعلم اللغه. تاني حاجه هتتعلم مهاره تساعدك. انزل اشتغل. خلاص الناس قربت تخلص امتحانات وفي اللي خلصت امتحانات. انزلوا اشتغلوا. ممكن اصلا اغلب الناس هنا، يعني كمثال مثلا امريكا، اغلب الناس هنا بتشتغل مع الدراسه، بيشتغلوا مع الدراسه وهم بيدرسوا بيشتغلوا. طيب انت هتعمل ايه؟ انت هتدور على شغلانه تكون بسيطه وسهله. في ناس بتقول لك المنح. طيب لحظه واحده بس قبل ما نتكلم عن المنح. كل الناس بتدور على انها تسافر ببلاش، كله بيدور على منح، كله بيدور على حاجات كده. لا، انا عايز ماشي ندور على منح، بس انا عايزك تسافر بفلوسك. انا عايزك تسافر بفلوسك. ازاي تسافر بفلوسك؟ انك انت اول حاجه هتحاول انك انت تحوش فلوس. ازاي نحوش فلوس؟ طيب في الوضع اللي احنا فيه ده، ما الدنيا بايظه. هقول لك انا، بص لقدام، بص لقدام جدا كمان. هتعمل ايه؟ هتشتغل شغلانه بسيطه ايا كان. ممكن الشغلانه اللي انت بتشتغلها اونلاين، ممكن تنزل تشتغل مثلا في مكان ايا كان المكان ده. مش هذكر اسامي، بس تنزل تشتغل في مكان. ومن العائد المادي اللي بيجي لك ده، العائد المادي القليل اللي بيجي لك ده، عارفك هتقول لي ان هو العائد المادي هيبقى قليل. من العائد المادي القليل ده هتقتطع جزء منه، ما تروحش ناحيته خالص. في الاول من حوالي سنه كنت بقول اقتطع 10 جنيه، لا المره دي انا هقول 20 جنيه او 30 جنيه كل يوم تقتطعهم من العائد المادي اللي بيجي لك. هتحوش العائد المادي ده لمده سنه، هتعمل مبلغ حلو قوي. في 40 دوله في العالم احنا ينفع نسافرها، احنا كمصريين ينفع نسافرها من غير ما نحتاج فيزا او حاجه زي كده. هتسافر، هتبدا انك انت تسافر، تحوش فلوس عشان تسافر تتفسح بس الاول، لحد ما الباسبور بتاعك يبتدي ان هو يتملي باختام سفر وفيز وحاجات زي كده. ساعتها تبدا انك انت تقدم لدوله اوروبيه او دوله امريكيه. بس في حاجه لازم تركز فيها الاول. ايه اللي هيخلي امريكا توافق انك انت تاخد الفيزا؟ لما تبقى ناجح، لما تبقى متفوق، هيوافقوا، هيقولوا ان ده، ما هم سيلفش، هيقولوا ان الشخص ده هينفعنا، لا ده احنا نسفره. هيقولوا الشخص ده بيسافر كتير، لا ده هو هيسافر يتفسح شويه ويشتري شويه حاجات كده من امريكا ويرجع بلده تاني. فلازم تركزوا في الحته دي كويس. افهم العقليه بتاعه القنصل اللي هيديك الفيزا. القنصل اللي هيديك الفيزا لما يشوف الباسبور بتاعك مليان بفيز وحاجات زي كده، هيقول ايه؟ هيقول الشخص ده ترافلر، هنديله الفيزا. الشخص ده لما نشوف الدوكيومنتس بتاعته، الورق بتاعه، ده الشخص ده متفوق في كذا ومتفوق في كذا وعامل بيزنس لنفسه وعامل كذا وعامل كذا. عايزك تبص للمستوى المدى البعيد. لو بصيت تحت رجليك وقعدت تقول ايه، انا هشوف منحه والمنحه ويا رب اتقبل فيها واحاول ان انا اظبط نفسي وما اعرفش ايه، وناس كتير كده، مش هتعرف، مش هتستفيد. ما فيهاش حاجه خالص انك انت تدور على منح. شيء جميل جدا انك انت تدور على منح، وربنا يرزقكم يا رب كلكم بمنحه تفيدكم، وتكون منحه مجانيه خالص، بالسكن بكل حاجه، بالمواصلات بكل حاجه، تمام ماشي. بس انا عايزك تبقى انت ايه، اندبندنت. انت تبقى تشتغل وتطور من نفسك. المهم هتطوروا من نفسكم في اللغه، لانك انت لما هتسافر بره انت مش عايز تعتمد على حد. انت مش عايز كل شويه تطلع جوجل ترانسليت وجوجل ترانسليت ما يظبطكش. ابدا اتعلم لغه، ابدا انك انت تظبط نفسك. الفيديو ده احفظه عندك عشان القواعد دي مهمه. هات ورقه وقلم، اكتب كله عندك، او اعمل شير للفيديو، او اعمل له سيف، ايا كان بقى الوسيله اللي انت هتعمل بيها حفظ للفيديو ده عشان خاطر تشوفه بعد كده. هتبدا انك انت تشتغل وتطور من نفسك، هتتعلم مهاره جديده. والافضل نصيحه مني ليك شخصيا، اتعلم مهاره تكنولوجيه، تمام؟ يعني اتعلم برمجه، اتعلم اي حاجه، يعني اي حاجه في المجال التكنولوجي. يعني حتى السوشيال ميديا نفسها فيها شغلانات كتير. حاول انك انت تخش على موقع يوديمي تقريبا او حاجه زي كده، بتخش وتتعلم من عليه اب ديفلوبينج. انت لما تظبط من نفسك ويبقى ليك قيمه في المجتمع، انت يبقى ليك قيمه انك انت ظبطت نفسك وظبطت دنيتك وتعلمت لغه وابتديت تسافر في الدول اللي انت تقدر تسافرها من غير فيزا، هتلاقي ان الموضوع مشي سهل معاك. هتلاقي ان الموضوع مشي سهل جدا معاك في انك انت تاخد فيزا. فرص حصولك على فيزا لامريكا او اوروبا بتزيد كل ما الباسبور بتاعك مليان اختام وفيز لدول تانية، ماشي؟ ركز في الحته دي كويس وظبط نفسك فيها. زي ما انا بقول لك كده، حطها قاعده في دماغك.
انجح عشان تسافر، مش تسافر عشان تنجح. تمام؟ انك انت تسافر عشان تنجح هتسافر ومش هتنجح. هتسافر ومش هتنجح. في كتير مصريين عايشين هنا بيشتغلوا في بنزينه وبيشتغلوا في سوبر ماركت ب 12 دولار في الساعه، ولا ليها اي لازمه السفريه. حرام. انا زعلان عليهم. فانا مش عايزكم تبقوا كده، انا عايزكم انكم انتوا تنجحوا في بلدكم، تطوروا نفسكم في المهارات اللي انتوا بتحبوها، تطوروا نفسكم في اللغه، تبدا انك انت تتفسح في اجازه الصيف لما تحوش فلوس وتسافر مثلا لماليزيا ببلاش، مش عارف كوريا ايه اللي ببلاش، حاجات في دول كتير جدا ببلاش، ودول جميله وحلوه. هتسافر تقضي لك اسبوع او اسبوعين او تقضي لك شهر وترجع. ما تكسرش الفيزا، اوعى تكسر الفيزا خالص. كسر الفيزا ده هيعلم عليك انت بعد كده، ما ينفعش. سافر، تفسح، تعرف على ثقافة دول تاني، وانزل حوش فلوس تاني وسافر تاني وظبط نفسك كده. الموضوع سهل وبسيط، مش محتاج تعقيد خالص ولا اي حاجة. الخطوات دي لو مشيت عليها بإذن الله تعالى هتسافر. بس انجح في بلدك عشان تنجح بره بلدك. انجح في بلدك وسط ناسك عشان تنجح بره وسط الغرب. افهم الحتة دي كويس. انت في ناس جنبك هنا، بره مفيش حد جنبك. تمام؟ عرفت ازاي هتنجح؟ يلا ربنا يوفقكم يا رب، وما تنسوش شير ومنشن لاصحابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.